استوديو بونغالو بريزون الشبكة ديال البركاني. يا الله ديماري خويا عصام ديماري محمود ونصر الدين قول شايل سيدي محمد بركان مسلمين قول سيدي محمد بركان الوالي ولد القبة خضراء مولد والي. سيدي محمد بركان الوالي ولد القبة خضراء مولد والي. يا ولاد زلمي يا وزير حالي زرتك نعطيها لك الوالي. يا ولاد زلمي يا وزير حالي زرتك نعطيها لك الوالي. شجرالي جايب كان قدر حالي كلام الناس ما هناني جر الحبيب وخلاني. كلام الناس ما هناني جر الحبيب وخلاني. ابويا هيا ايوه
متتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر قناة مالح تيفي بفلوريدا أمريكا، وبرنامج سويعة مع فنان. عديدة هي المحطات الفنية التي تستوقفنا. نحط الرحال بشرق المملكة، بالضبط من مدينة السعيدية. فن الرقادة هو نوع موسيقي ورقصة تقليدية نشأت في جبال الريف. متتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر قناة مالح تيفي بفلوريدا أمريكا، وبرنامج سويعة مع فنان. عديدة هي المحطات الفنية التي تستوقفنا. نحط الرحال بشرق المملكة، بالضبط من مدينة السعيدية الرائعة والمتميزة. فن الرقادة هو نوع موسيقي ورقصة تقليدية نشأت في جبال الريف وكذلك في شرق المملكة. لها تاريخ عميق لكونها تعتبر رقصة حرب القبائل في الريف، والواقع أن المحاربين رقصوا منتصرين على عدوهم. فماذا عن هذا الفن وهذه الرقصة؟ هذا ما سنعرفه مع ضيف اليوم. هو فنان من مقر الزاوية البوتشيشية من مضاغ إقليم بركان، وقاطن بمدينة السعيدية. له عدة إصدارات غنائية أغنى بها الساحة الفنية. شارك في عدة تظاهرات فنية ومهرجانات كذلك. له ما يناهز أكثر من 40 أغنية ما بين الراي والشعبي والرقادة. أشهر أغانيه مول تاكسي والسعيدية زينة المدن. نتعرف عن هذا الفنان الأصيل الذي أعطى الكثير للأغنية الشرقية. عبد القادر اليوسفي، الشاب قادر البركاني، أهلا وسهلا بك في برنامج سويعة مع فنان. بونسوار، السلام عليكم جمهوري العزيز ومتتبعين ديال مالح تيفي. نشكر على الإضافة. مرحبا. السادة ديالنا، شكرا للجمهور ديال الشاب قادر البركاني. أكيد مع فنان، والجميل هو أننا كتشوفنا الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك بداخل المملكة، وفن ديال الرقادة أو فن الراي يعني نقدروا نقولوا أنه راه وصل للعالمية. نعم. فوقاش كانت البداية ديالك؟ البداية الفنية كانت في الصغر. أنا بديت في سن مبكر اللي هو في ديك الوقيته ديال 87 هكا 88. كنت صغير بالنسبة لأي فنان يقدر يكون دوز هذه المرحلة هذه بديك الأنشطة ديال عيد العرش نتاع الوقت. اليوم ما راهمش يديروا هذا الشيء هذا، مانيش عارف علاش ما بقاتش داك الأنشطة المدرسية. ما بقاش هذاك الشيء هذاك. كنا حنا واحد 3 ديال العناصر في المدرسة، كان عندنا واحد الروح ديال هذا الفن هذا، وكنا يعني معروفين عند الأساتذة ديالنا تما، وكنا كنديروا هذه الموسيقى هذه. وانا الوحيد اللي تبعت فيهم تقريبا. الدراري كل واحد فين كاين اللي مشى لاوروبا، كاين اللي هذا هو اللي كاين. وبقيت هكذا من بعد بقيت كنمارس هذه الموسيقى هذه، وبقيت كنبحث من صغري يعني كنبحث، حتى وليت كنعرف جروبات هكا مجموعات مثلا ديال الموسيقى في بركان، حتى وليت درت مجموعه ديالي بوحدي كاع اليومين هذا. الشاب قادر، اكيد المنطقه هي الهام بالنسبه لكم، كنقولوا نعم. المنطقه الشرقيه. نعم. كنلاحظوا ان الاغلبيه ديال الفنانين ديال المنطقه الشرقيه اتجهوا للراي واتجهوا للرقاده. علاش نعم. اختاريتي هذا الفن؟ واش غير حيت الانتماء ديالك للمنطقه او عندك شي قناعات اخرين؟ تفضل. واش غادي نقول لك، بالنسبه للمنطقه ديالنا معروفه بفولكلور تاع الرقاده. مدينه بركان، جبال بني زناتن. هذا هو غادي نقول لك منين جات الرقاده. الرقاده الاصل ديالها من الجبال ديال بني زناتن. معروفه بكري كانوا يغنيو الصف. كانوا والدينا وجدودنا في العراسات كانوا يديروا الصف. كانوا النساء ربما يكون شفتي ذاك المنظر كاين حتى في الريف هذا الشيء هذا. نقربوا اكثر واخا نكونوا حنا عارفين شويه، نقربوا المتتبعين كيفاش الصف كيفاش كيدوز ذاك المراحل ديال الرقاده. يعني كان العرس هكا بكري، كانوا يجيو مثلا النساء كيجيبوا البنادر، وكيجيو مثلا 7 منا ولا 10 منا وكيبقاو يشطحوا بالبنادر وكيقولوا ذاك الغيوان بحال الزجل. نعم. دابا تقريبا بقى غير في الريف باقيين محتفظين بهذا. ولكن المنطقه الشرقيه المنطقه الشرقيه قليل بكل صراحه. مانيش عارف ولكن الريف باقيين، لحقاش مازال كنخدم على اساس هكا في الريف، كنشوف ذاك الجو هذاك وكيذكرني لواحد الطفوله يعني اللي عشناها. الرقاده اكيد كنسمع فيها الحساب، الرقصه فيها. نعم. نبغي نقربوا اكثر المتتبعين كيفاش كيكون ذاك الحساب، حيت كاين اللي تيجيب له بالو تيقول لك اسهل رقصه هي الرقاده،
ولكن بالعكس كنشوفوها صعيبه، لان لما ضبطتيش القواعد ديالها ما تقنعش. نعم، هي ماشي قرب منك. اسهل، هي ماشي اسهل وماشي صعيبه، يعني غير واش هو الرقاده يعني خاص تكون عندك واحد الروح ديالها، لحقاش الرقاده هي كتجري في الدم، يعني مثلا يعني خاصك تكون تبغيها مثلا، يعني كتكون عندك روحيه هذه الرقاده، بحال الشعبي مثلا، كنقولوا الشعبي في الغرب الا ما سمعش الجراءه ولا السواكن ولا داك الشيء ما غاديش ما يكونش فرحته. هكا صار لي الرقاده بحال هكذا، يعني خاص تكون عندك ديك الروح نتاع الرقاده باش تغنيها وباش تطيحها بجوج. اذا الاعراس والمناسبات ما يمكنش يدوزوا في المنطقه الشرقيه وما تكونش فيها رقاده. لا ضروري، ودابا ولا المغرب كامل العالم كله كيعرف الرقاده. العرس العالميه. نعم، العرس الا ما فيهش الرقاده بحال ما كاين والو، كلشي ولا يعرف الرقاده. نعم. اذا الشاب قادر انت نشأتي في واحد المنطقه اللي سميتها مداغ، وهذا مداغ معروفه بالزاويه البوتشيشيه. نعم. يعني كل ما هو روحي كل ما هو صوفي. نعم. واتجهتي الغناء، يعني نعم. كيفاش كانت هذه المعادله هذه؟ واش غادي نقول لك، دابا انا تزاديت تما في ديك المنطقه اللي هي مدينه مداغ، ولكن عشت في بركان، يعني كبرت في بركان وعشت في بركان. وملي كانت الهوايه نتاعي نتاع الفن كنت نسمع الرقاده، كنسمع الشيوخ الكبار نتاع الرقاده، يعني القصبه وداك الشيء، يعني كانت الرقاده هي في الحقيقه كانت في القصب في الاول. هذا هو اللي غنقول لك دابا، الالات الموسيقيه اللي كتعتمد في فن الرقاده. الرقاده ما كانش عصريه، الرقاده راه عصريه حتى لواحد الوقيته ماشي بزاف، يعني فاش كانت عصريه الاغلبيه كان الرقاده اللي كنا نعرفوها كانوا يغنيوها بالقلال والقصبه، قلال وقصبه كانوا يغنيوها الشيوخ، كانوا يغنيوها هذا هما اللي كانوا يغنيوها الشيوخ، كانوا يغنيوها مثلا بحال الشعر، يعني واحد الرساله كيوصلها لك بواحد الطريقه، هو ماشي بحال دابا كيجيب كلمه منا وكلمه منا وكيلصق وكيغني الرقاده ولا ويغني الراي ولا مثلا. يعني شوهوا المفهوم ديالها. لا، يعني خص يكون موضوع. المواضيع اللي كانوا كيتغناو في الرقاده، المواضيع كانت اجتماعيه، الاغلبيه الناس كتغني مواضيع اجتماعيه، مثلا يغني على الغربه مثلا، او لا يغني على الزمان اللي راه عايشه هو. سيرتو الغربه، لان كنقول الغربه ملي كنهضروا عليها كنقولوا ان المنطقه الشرقيه اكثر المدن اللي فيها الهجره. وانا واحد من دوك الفنانه اللي كنغني الغربه بزاف اغلبيه، وانا كيعجبني الاغاني ديالي تقريبا دائما كيكونوا اجتماعيين، وكنغني على الغربه بزاف، كيعجبني نغني على الغربه لحقاش كنشوف يعني الشباب كيفاش راه غاديه وبزاف تاع الحوايج. هضرنا على الغربه وهضرنا على مداغ، ونهضروا على الطفوله ديالك بالفعل ما كانتش سهله، وانت فقدتي الام ديالك في السن مبكر، وفي واحد السن مبكر، واضطريتي اللي كنت محتاج ليها يعني في ديك الوقت. كنتي محتاج للام، وفي نفس الوقت تحملتي المسؤوليه وانت صغير السن. عاود لي على هذه المرحله، واخا هي شويه مؤلمه، ولكن كنبغيو نتقاسموا مع المتتبعات الفنان كيفاش كتصلح فنان. نعم. وهذه النقطه هذه راه كيعيشها اي فنان، واي واحد ماشي غير فنان يقدر يعيش هذه النقطه هذه، لحقاش باش تفقد انت الوالدين نتاعك في واحد السن مبكر نتاع 12 سنه ماشي ساهل، وتكون عندك مسؤوليه 12 سنه. وعندي واحد الاخوان ديالي صغار مني، ويعني وباش تبقى تكافح مثلا مع العائله وكذا، والحاله كانت ضعيفه هذيك الساعه وداك الشيء، هما اليوم الحمد لله كل شيء الخير موجود، اللهم لك الحمد. وباش تبني اسره يعني ديالك وتكون في واحد المستوى الحمد لله بخير وعلى خير ماشي سهل. هذا اللي خلاك هذا الشيء نفضل ربي، يعني وظيفه الوالدين هو باش الانسان راه الحمد لله حاليا. هذا التجربه وهذه المرحله اللي دازت من حياتك عطاتنا واحد الشخص اللي كيتفانى على وليداته. نعم. انت واحد الحاله خاص، ماشي خاصه، كاين الاباء مجموعه الاباء، ولكن كاين شي اباء الله يهديهم. آمين. ولكن انا يعني هذه ربما هو معلومات جبتها وما عرفتش انني عندي هذه المعلومات، ان الشاب قادر واحد الشخص اللي كيحيدها منه ويعطيها لولادو. ثاني حاجه يكفي ان ولادو يقولوا بغينا شي حاجه واخا ما تكونش عنده الامكانيه ديالها، كيموت فيها ويجيبها، وديما تيقول عايش من اجل الولاد ديالي. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ ضروري. دابا الولد الا غادي دير انت واحد الولد تهملو راه ماشي معقول. كنشوف انا الله يهدي بزاف تاع الاباء ماشي كامل. ايوا نهضروا الصح، لحقاش كتشوف راه هاد الحوايج راه كنعيشوهم يعني حاليا، ماشي يعني اي واحد راه كيشوف هاد الحوايج وكيعرفها. يعني واحد الولد يعني راه مسؤوليه،
ولد ولا بنت راه مسؤوليه، يعني خاصك توقف معاه، خاصك تربيه مزيان، خصو يعيش مزيان، يعني ماشي غادي يعيش في واحد الرفاهيه يعني على حساب الجهد نتاعك، كل واحد يعيش على قياسه. ماشي كنقولوا يعني خصك تعيش شي حاجه يعني الانسان يعيش على حساب الطاقه ديالو، غير شنو هو التربيه هو الاول. كي تكون تربيه حسنه نتاع الوليدات غادي يكون كلشي مزيان. وهذه النقطه هذه كاينه من الوالدين، لحقاش الشجره كيفاش دايره، كيفاش كاين الجذور ديالها. كانت شجره زوينه راه حتى الجذور ديالها غادي يكونوا مزيانين، والشجره ملي تكون حلوه كتعطي الثمار حلوه. اكيد الشجره الطيبه تعطي دائما الحمد لله، ثمار. ونتمنى كاع ربي يصلح وليدات جميع المسلمين ان شاء الله، ولا راه يتمنى شي حاجه الله يسهل عليه. أمين. كبير وصغير. اللي كيشوف الشاب قادر معايا كيبان له انه انسان هادئ، ولكن في الواقع هو انسان عصبي. فوقاش كتكون هادئ وفوقاش كتكون عصبي؟ بحال البحر انا بحال حيت كيكون شويه غير ما تيتقلب ياك ياك انت وزارك لحقاش البحر ما غاديش تعرف فوقاش غادي يهيج، راه تقدر تكون في البحر وخطره وحده يطلع يديك. شنو اللي كيخليك تعصب دغيا؟ الحاجه اللي تخليني نتعصب بزاف، انا حقاني بزاف، لحقاش كنبغي واحد الحاجه لا 1 زائد 1 يساوي 2. يعني نيشان لا غرس كما قالوا ريافه. وحنايا دابا وصلنا لواحد الوقت رحنا فيها ما كنبغيوش الحقيقه. الانسان كل اللي كيقول الحقيقه سواء امراه او لا راجل ما يبغي حتى واحد، يعني خصك تنافقوا. وانا بزاف هذا الشيء ما انتشر في المجتمع. انا ما نقدرش انا نقولها لك نيشان في وجهك، ولا انت الا جيت قلت لي ودير عندك هذه النقطه ماشي مزيانه كنفرح، ما يبقاش فيا الحال. وكاين اللي بالعكس سبحان الله خصك تنافقوا وتكذب عليه باش هو يكون مزيان ويقول لك ذاك الانسان راه طيب وكذا. انا كاع ماشي طيب، ما طيبش، غير خليني مزيان طيب مع الطيب. نعم. هذا الشيء اللي كاين صراحه جميل بالفعل. الانسان خاصو يكون على الطبيعه ديالو وما يكونش كينافق وكيجامل، لان باش الحياه تستمر. وداك النفاق صراحه وكنا تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه ديال سويعه مع فنان، ان ذاك النفاق الاجتماعي وكذلك عدم اعطاء المعلومه، خصوصا ملي كنهضر على هذا الموضوع كنهضر ما بين الفنانين. نرجعوا للميدان الفني اللي هو صراحه عنده الخبايا وعنده الاسرار. شاركتي في عده تظاهرات ومهرجانات، تحدث لي عن التجربه. نعم. التجربه ديالي كانت بزاف نتاع المهرجانات، ماشي واحد، ماشي 10، ماشي بزاف، وكنلقاو عراقيل في هذه المهرجانات هذه. علاش؟ دابا مثلا بحال المنطقه، نهضروا على المنطقه الشرقيه ديالنا. نعم. ياك المنطقه الشرقيه كيديروا مهرجانات، كيجيبوا واحد فلان ملهيه وواحد بنيه وانت اللي في المنطقه وكتسوفري نعم كامل باش يجي ذاك المهرجان. ما يجي ذاك المهرجان تقدر انت ما تخدمش فيه، يجيبوا واحد المدينه اخرى. حنا ماشي كونتر تاع شي واحد، يعني كل واحد مرحبا به، ولكن الولد نتاع المنطقه هو اولى. صراحه هذه راه ما كنشوفوهاش غير في المنطقه الشرقيه، يعني انا كنهضر على المنطقه ديالي اللي كنعيش فيها، وهي راه في المغرب كله. يعني اي واحد، انا راه عندي علاقات مع صحابي بزاف في المغرب كله كيقول لك نفس الموضوع. مانيش عارف علاش كيديروا هذا الشيء هذا، راه ماشي معقول بكل صراحه. يعني الفنان تاع المنطقه هو اولى، ومن يجي لنا واحد ضيف مرحبا به على راسنا وعينينا، حنا ما نكرهو حتى واحد، كل واحد مرحبا به، ماذا بين يجي لنا واحد اجنبي، ولكن اولى هو ولد البلاد. ولا جابوا ولد البلاد يعطيوه جذورو، فهمتي؟ ما يعناوش به، ويقدر هو يكون فنان كاع، يعطى الكثير ويقدر يكون في مستوى اكثر من هذاك الفنان كاع اللي غادي يجي كاع. خصوصا انك انت في المنطقه اللي كتقطن فيها حاليا هي جوهره الشرق اللي هي مدينه السعيديه، وكتعرف عده مهرجانات وكتعرف رواج يعني سيرتو في السعيديه بالضبط كاع، سيرتو في السعيديه. انا النقطه نهضر عليها على السعيديه. اذا نتكلموا على مدينه السعيديه تفضل. السعيديه يعني هاد الحوايج كنعيشهم تما في السعيديه اصلا، المهرجانات ديال السعيديه ما كاينش المشكل. ديما راه عندي الحرب انايا معاهم في هذا الشيء هذا، ديما من غير اتصالات، قال غير اتصالات المغرب كنشكرها بهذا المنبر هذا. شاركتي معاهم يعني مش كيجي المهرجان كنخدم معاهم في المهرجان تاعهم، كل عام كيتصلوا معايا كنخدم معاهم بكل صراحه، وحيدين. اما الشيء الاخر ديما راني معاهم في الحرب، ونقدر نخدم نقدر ما نخدمش. هذا العام بعدا ما خدمتش معاهم كاع اصلا. وشنو اللي جاو داروا مشاكل كاع في المهرجانات تما، كاين اللي كلاوه كاع، كاين اللي كل واحد وفي التالي والحمد لله. المهم انا بعدا كنت بعيد منهم، للاسف الشديد يعني كنت بعيد منهم.
خصوصا صراحه ان المنطقه هي ما فيهاش بزاف ديال الحوايج. نعم يعني يخليو على نعم الاقل نعم. الوليدات ديالها وعندي واحد يخلطوها. الغيره كبيره على ديك المدينه هذيك، لحقاش راني عايش فيها 30 عام انا. ماشي ماشي سهله ساهل. عمر، انا ولادي كلهم زادوا تما. تبارك الله. شحال عندك الوليدات؟ كاين 4 الوليدات. الله يحفظهم الله يخليهم امين لك. امين امين. بالفعل هضرنا على المهرجانات، ماذا عن سماسرة المهرجانات؟ نتمنى لهم الهدايه بعد اولى. صار المهرجان راه هما اللي ضيعوا هذا الفن هذا كله. راه كاين اللي اعتزل كاع، كاين اللي مسكين صافي ما قدرش يزيد، صافي يحبس كاع. شنو كيديروا بالضبط هاد السماسرة باش نفهموا؟ دابا اللي كنشوف سماسرة نتاع المهرجانات الاغلبيه نتاعهم هو اصلا ما عندوش علاقه كاع بالفن كاع. تلقاه يمكن في مجال البنيه ولا مانيش عارف، ولا الحديد ولا مانيش عارف واش يدير، وتلقاه مشى للمهرجانات مشى كيسمسر هو في الفنان. هو ما عرفش كاع الفن واش هو كاع. الفن راه روح، ماشي غير واحد يكون فنان او لا كتعرف الفن. يعني ماشي الانسان فقد الشيء لا يعطيه. الله يحفظك، هذا هو اللي كاين. واحد النقطه كبيره، ونتمنى هاد المسؤولين هادو يلتفتوا لهاد السماسرة، ومنهم وزاره الثقافه بعدا. اصلا من هذا المنبر هذا كنوجه لها واحد التحيه، وخصها تراجع الورق مع هاد الناس هادو نتاع المهرجانات والفنان. مهما ذكرتي الفنان وذكرتي وزاره الثقافه، اكيد كاينه بطاقه الفنان. علاش كنذكر بطاقه الفنان؟ لان كيخول الفنان انه عنده الحق يشارك في المهرجانات، سواء في المنطقه ديالو او في باقي المنطقه، في باقي المناطق عفوا. نعم. علاش عطاتك هذه البطاقه بان اللي ما معترفاش بك باللي فنان؟ دابا ما كيبقاش الدور غير على الثقافه. دابا الثقافه سلمت واحد البطاقه معترفه بك، كيبقاو هذوك المهرجانات اللي كيتنظموا، سواء اللي كتنظمها الثقافه او جهات اخرى. اذا علاش ما يكونوش من شروط المشاركه نجيبوا بعدا اصحاب البطائق ديالنا؟ عاد نشوفوا حنا فنانين وحدين اخرين. انا واحد النقطه اخرى، يعني حتى بالنسبه اللي ما عندوش البطاقه الفنيه ما يطلعش المهرجان اصلا كاع. وهذا هو اللي والله باش نعرفك انت فنان واخا تخدم 60 عام كاع. يعني خصني نعرفك بالوثائق نتاعك بان ما انت فنان. الا ما عندك والو ما انت ما والو. انا هذا الصح ليش احتكار بعض الفنانين جميع المهرجانات. اي مهرجان تلقاه غير هو يدور، والاذاعات وزيد راه كاين حتى واحد النماذج راهم يدوروا في الاذاعه غير وما كنشوفهم كل نهار. كي تحل التلفازه كتلقاهم غير هما العام كله دايرين كيتسمعوا. حنا ما عندناش فنان. غريب. وكاين الاصدارات، يعني كاين هاد الفنانين اللي مازال ما بانوش على وجه الارض او مازال ما بانوش في الساحه الفنيه، عندهم اصدارات زوينه، سواء في الاغنيه الوطنيه او في اغنيه الرقاده او في اغنيه الراي. كاين كلام جميل وكاين اغاني وزينه، ما خداوش الفرصه ديالهم باش يبانوا المتلقي او معقول. راه حتى الشباب ما بقاش يهتم بهذا الفولكلور. وهذا راه قليل اللي راه قابض يعني طريقه انقراض صافي. يعني ما لقاوش كي ما يلقاش هاد الناس اللي تشجعوه وهذاك الشيء والالتفاتات وكذا، يقدر يسمح ويقدر ينحرف لواحد الجهه اخرى، يقدر يمشي لواحد الفن ماشي ديالنا حنايا بعدا اصلا كاع. بحال هاد الرفس اللي راه صار نتاع الواي وهاد التخربيق هذا، وانا ما عنديش بلاصتو انا بعدا اصلا. أنا بكل احتراماتي نقول لك لان ما كاينش كلام ماشي ديالنا، كلام فاحش، كلام زنقاوي. يعني هو منسوب للشرق. ملي تيقول لك الاغاني ملي كيسمعوا الواي او انا الواي ما كنتش كنعرف ماشي ديالنا حنا. وتيقول لك كينتمي للمنطقه الشرقيه. واش شرط على هذا الشيء؟ لا ماشي نتاعنا هذا الشيء. هذا ماشي نتاعنا، وما نقدرش انا وشتي واخا يجي يغنيني ما نغنيلوش كاع، واخا نكون نعرفو كاع. ماشي المبدا ديالنا باش نقولها. تقول هضره طايحه تسمعها ولادي مراتي اختي الاسره المغربيه كلها حشومه كاع، يعني ما يدخلش للبوينت. لا خاص يعني تقول واحد الموضوع اللي هو نستغلوه يكون اجتماعي. مثلا نهضروا على المجتمع اللي راه كاين، على شي حاجه اللي كنعيشوها مثلا او لا هذه. والغريب انه يشجع. سبحان الله عدد مشاهدات وجمهور نعم. لحقاش كاين مفسدين بزاف الله يهديهم. والله كاين مفسدين بزاف. صدرتي اكثر من 40 اغنيه ما بين الراي الشعبي والرقاده. نعم. واش كلماتك والحانك ولا تعاملتي مع كتاب وملحنين؟ الاغلبيه كلمات والحان. عندي واحد جوج اغاني ولا اللي عطاهم لي تعاملتي مع فنانين اخرين. نعم واش الاخر كله ديالي. وبحال اللي ذكرت في التقديم عندك اغاني اللي كانوا داروا الصيت ديالهم بحال مول تاكسي. نعم. وكذلك مدينه
السعيدية. نعم السعيدية زينة المدن. زينة المدن. نعم. تحدث لي على هذه الإصدارات وكيفاش يعني حتى لقاو هذا الإقبال هذا. واش غنقول لك، هاد السعيدية زينة المدن هذه أنا يعني هي واحد اللحن فولكلوري ياك، رقادة أصيلية كما نقولوا يعني تاع الفولكلور. بقيت كنبحث يعني على الكلمات نتاعها. كنهضر انا واحد الفنان صاحبي بعدا كنشكروا بهذا المنبر هذا اللي هو الشاب اعراب، محمد اعراب، فنان راه معروف. انا كنهضروا قلت له ودي شنو بغيت ندير قال لي اوكي. بقينا كنهضر انا وياه في واحد الاستوديو عنده في بركان. هي هذيك عطاني هو واحد الموضوع، راني عاوتاني قلت واحد الموضوع. بقينا حتى لقينا الاغنيه نتاعنا يعني اللي كنا نقلبوا عليها سجلتها والحمد لله لقات واحد النجاح. اذا غادي نبقاو مع اول اختيار غنائي ديال اغنيه السعيديه زينة المدن. خليكم معنا. ويا سعيديه زينة المدن، ويا سعيديه زينة المدن، وجيوك السياح بالمليون. ويا سعيديه زينة المدن ربي. وتحياتي لك اخويا اسامه بكسيس وغاش السيديه الحرام. وما نساوش حسن السنوسي وفاطمه السنوسي والجيران. سولوا التاريخ يعطي الخبار، سولوا التاريخ يعطي الخبار. القصبة ولا بيضة والناس الحرار، سولوا التاريخ يعطي الخبار. راي يا ودي يا ودي يا ودي ارواح ربي يا ربي يا ربي. هذه تحياتي لك سفيان ولدي وما نساوش عثمان. ما نساوش ناس بركان وبسي وجدوا ناس الناظور وكاع المغاربه والجنرال كل واحد بسميتو. سيدي محمود ويا سعيديه والبحر طبحه، ويا سعيديه والبحر طبحه والعالم كله يعرفها. ويا سعيديه والبحر طبحه. ويا بلادي جوهرة زرقاء، ويا بلادي جوهرة زرقاء، واللي يجي كان ما يبقى. ويا بلادي جوهرة زرقاء. ربي يا ربي يا ربي. ويا سعيديه زينة المدن، ويا سعيديه زينة المدن، وجيوك السياح بالمليون. ويا سعيديه زينة المدن ربي. هذه تحياتي لك اخويا رضوان الحاج قدها ويستاهل. هذه تحياتي لك اخويا محمد بايوركا ولا فاطمه زروان وسي محمد ضوء الحديد قدها ويستاهل من هنا حتى بلجيكا. ويا سعيديه زينة المدن، ويا سعيديه زينة المدن، وجيوك السياح بالمليون. ويا
سعيد وزيد بدون ربي. هذه تحيتي لك اخويا الراضي الكوافير والناس توري بيخا والراضي والداوي ستيك. هذه تحيتي لك اخويا كريم عماره ناني حتى الباري كريم الداوي ستيك. اي اودي 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 محمود إذا كنا مع هذه الأغنية الرائعة والمتميزة، وغادي نذكرك ببعض السنوات وعاد غادي نرجع لباقي الأغاني ديالك. إلا نعم. قلت لك سنة 1987 نعم كتمثل لك هذه السنة، كان عندي فيها شويه ديال الحزن، علاش؟ حقاش هاد السنه تاع 1987 كانت توفات لي الوالده الله يرحمها ويرحم جميع الامهات كاملين الله يرحمه. ديالنا، واللي عنده شي مريض الله يشافيه، واللي يا توفى الوالدين ولا شي حد من الاسره الله يرحمه ويوسع عليه. لهذا باش كان عندي واحد الحزن في هذاك وما السنه. فكرتيش أنك من بعد هذاك الحزن اللي ماشي سهل وهذاك الشرخ، لأن فاش كنفقدوا الأم نعم فقدنا الحياة، ما تفكرتيش الحمد دير واحد لله. الأغنية على الأم؟ بكل صراحه فكرت، راني باقي كنفكر فيها وان شاء الله غادي تكون شي حاجه ان شاء الله إن ديال شاء الله. الوالدين، تاع الوالدين كلهم، ماشي غير الام، شاء الوالدين الله. بصفه عامه. 2020 جات لالا كورونا عاوتاني اش غدير. وكان كان بكل بين صراحه قوسين أن الفنانين باعوا ديالهم وكانت واحد المعاناة كبيره والفنان ضر بزاف. ما استفدتي والو من داك المرحله، لان بعض المرات راه كانت كنقولوا النقمه تقدر تكون نعمه، كانت ايجابيات رغم سلبيات كورونا اللي هذيك النقطه انا ربحت بها واحد النقطه. نعم ربحت بها واحد النقطه من ديك الخدمه نتاع الليالي. اذا كتخدم لانك كتقتل الفنان قبر الفنان. نعم هذه كنوجهها لاي فنان. انا كاين اللي ما غاديش تعجبو، لا بالعكس راه النصيحه كاين اللي ما غاديش تعجبو، لقاش خدمت بزاف انايا، راه 25 عام فايته ديال الليل هذا الاخر هذا ما استفدت حتى حاجه كاع من ديك النقطه كامله. لحقاش الملاهي الليليه ماشي كونطر ليها انا، لا بالعكس، يعني ما عندكش قانون تاعك، انت غير خدام، راك خدام، راك تجيب داك الشيء اللي كاين، تمشي تنعس وتبقى غير هكذا في ذاك الروتين هذاك وتنسى راسك. تبدا في 20 عام تلقى عندك 60، ما عندك لا فلوس لا صحه لا حتى شي حاجه، وما عندكش قانون تاعك. الملاهي الليليه تقبر الفنان. وشحال من فنان هضرت معاه انا في هذه النقطه هذه، وكاين اللي يسمع، كاين اللي يتعلم. انا بعدا علمتني، انا ما نخدمش، ما نكذبش عليك، واخا يغنيني كاع نخدم له سهره يمكن صواري، بصح باش نخدم معاه ديما هذيك عمرو ما تكون كاع. وندمت على داكشي اللي داز والله، باش ما كان استفاده. الملاهي الليليه خدات منك وما عطاتكش. درس هذاك الدين، هو خدم معاه 20 عام ولا 30 عام، والنهار اللي جات كورونا ما يعقلش عليه. اذا في كورونا كانت ذاك الاستفاقه والله ما يعقل عليه. انا كانوا يتصلوا معايا فنانه والله ما عنده حتى الخوز ما عندوش، وانت خدام شحال من سنه وانت تحرت مع بنادم تما بوريان ديتو. اذا من تما درتي لا قطيعه، وكيعرفوني انا الناس تاع الملاهي كيعرفوني كاملين، ونوجه لهم واحد التحيه انايا والله العظيم. هذا المنظر هذا عارفين شنو التغيير اللي حسيتي به من بعد الملاهي الليليه؟ اكيد ما هو ايجابي. نعم كان التغيير الاحسن، كان احسن. هذا هو اللي بغيت. وليت نشبع نعاس في خاطري، نجلس مع ولادي نعرفهم كي راهم دايرين هذوك ولادي بعدا اصلا، والحمد لله راني احسن ما كنت في ذيك الوقت هذيك، والله في الصحه نتاعي وفي كل شيء قاعده في حياتي كامله تبدلت بكل صراحه. وليت نخدم نسجل، وليت ما كنتش كتسجل؟ ما كنتش كنسجل. انا لو كنت جيت نسجل راه عندي 30 عام تقريبا عندي تاع الدومين، انا حتى الناس كملت عاد وليت نسجل انا. شتي كيف علاش؟ شكون السبب؟ الملاهي الليليه. وديك الوقت عاد كانت الخدمه، كان الفلوس، وما دابا واش كاين غير صداع الراس وصافي. يباتي لغا تما بوريان ديتو ما كاينش، ما كاين والو، مساكن راهم غير يضيعوا الحجاري وصافي. نقول لك صراحه نيشان والله
والله ما كاين حاجه. نوجهوا للفنانين اللي باقيين في البدايات ديالهم نقولوا لهم هربوا. يدبر على راسو يشوف شي حاجه اللي غادي تنفع في حياته، ما هادشي هذا راه ما غاديش يخرجوا. 2023 نعم كتمثل لك 2023 هي الطوب كانت عندي انا في حياتي كامله، الحمد لله كان فيها كل شيء. الحزن 2023 جات مسحات الحزن الحمد لله، ونتمنى وان شاء الله السنين اللي بقات لنا في العمر تكون كل شيء غير سعاده. 2023 كل شيء 2023 شنو بقى في 2023 حنا قلبك اليوم؟ 2023 كان عندي فيها اغاني يعني كانوا مزيانين نتجو. كانت عندي الاذاعه، كانت عندي راديو دوزام مع يوسف بحار، موجه له واحد التحيه مع المنبر هذا. يعني كانوا واحد الحوايج جداد عندي. الوليدات عاود الحمد لله كانوا تا الولاد الله يسر لهم كاع كاملين. الولد خرج على برا الله يسهل عليه، عاود كاين الاخر ان شاء الله تا هو عاود ثاني. المهم كلهم غادي ان شاء الله يسهل عليهم. هذا راه فضل من عند ربي سبحانه. ونتمناو الايام ديالك كلها تكون مزهره ان شاء الله، ونتمنى لكاع خوتي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. انا اي واحد اللي راه يتمنى شي حاجه نتمنى له الخير كبيرا وصغيرا. اكيد هذا كنعرفوه عليك وقلبك كبير والحمد لله كتبغي الخير للجميع، وان شاء الله ربي غادي يعوضك على سنوات كانت ايجاز ان شاء الله. معنا هذا الفنان اللي عطى الكثير قلنا في مجال الاغنيه الشعبيه والراي وكذلك الرقاده، وغادي نخليوه في اختيار غنائي مباشر وغنطلبوا اغنيه منه من اختياره باش يقدمها لجميع المتتبعات والمتتبعين. دائما ضمن برنامج سويعه مع فنان شنو اختارنا اليوم تقدموا للمتتبعين؟ واش غادي نقول لك، ما نلقاوش بحال السعيديه زينة المدن. قدم لنا واحد المقطع منها. يا سيدي يا ما زينت المدن، ويا سيدي يا ما زينت المدن، ويجيك السياح بالمليون، ويا سيدي يا ما زينت المدن رايه. ستوديو ميكس برود بريزونت الشبكه ديال البركاني. ايرو لا منير يا محايني نمشي لبلجيكا نجيب حبيبتي، يا ودي يا وقيت براني لاخونا اختي، يا محايني نمشي لبلجيكا نجيب غزالتي، يا وقيت براني لاخونا اختي. معول نحر في راس الشهر ودير المحال، وعدي راني معول نحر في راس الشهر مالي مال، وعدي راني معول نحر في راس الشهر ودير المحال، وعدي راني معول نحر في راس الشهر مالي مال. يا محايني نمشي لبلجيكا نجيب غزالتي، ودي يا وقيت براني لاخونا اختي، يا محايني يا نمشي لبلجيكا نجيب غزالتي، ما ودي يا وقيت براني لاخونا اختي. شحال فات مفاكوس عمر ما جيت في البال، شوفي شحال فات مفاكوس غادية جاية مالي مال، شوفي شحال فات مفاكوس عمر ما جيتك في البال، في شحال فات مفاكوس غادية جاية مالي مال. يا محايني يا نمشي لبلجيكا نجيب غزالتي، يا دبايري يا وقيت براني لاخونا اختي، يا محايري يا نمشي لبلجيكا نجيب حبيبتي، يا ودي يا وقيت براني لاخونا اختي.
يا سلام. تحياتي ديال الجمهور ديال الشاب قادر البركاني والمتتبعين ديال مالح تي في، وشكرا كاع الحباب كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. الى قلت لك الظاهره الغيوانيه وتاثيرها على قادر البركاني. والظاهره الغيوانيه كانت عالم، وليومنا هذا باقي عندنا هذاك الصراحه، هذيك اللمسه ديال الغيوان. ما كاش اللي ما يسمعش الغيوان. وهذيك الوقيته كان بنادم يربي الشعر كبير، راك عارفه، دير بوكل الشعر، سروال كبير بحال ديال عبد الحليم حافظ هكا كنت ياك بحال هكذا. ان شاء الله كان واحد الجو جميل زعما صراحه. الناس الغيوان دوزنا معاهم واحد الطفوله، وباقي ليومنا هذا عاد كنشكرهم بهذا، كنشكرهم بالمنبر هذا. لا عطيتك بعض الكلمات، وكل كلمه على حده وغتعطيني الجواب ديالك. غادي نبداو بالام. شنو تقول لي؟ واش غادي نقول لك؟ الام راه هي كل شيء. الام فيها كلش. الام راه فيها التربيه، ولو ما كانش الام ما نكونوش حنايا، ولا ما كناش حنا عاود الام ما تكونش. وهي هذه، وكان نوجه واحد التحيه لجميع الامهات كاملين. نعم. داخل الوطن وخارج الوطن، واللي تمنى شي حاجه الله يسخر لها، واللي عندها شي وليدات الله يسهل عليهم، واللي عندها شي صحه عيانه الله يشافيها، واللي عندها الصحه الله يخليها لها. امين. وتحياتي لكم كاملين. الاب وراه نفس النقطه. حتى الاب عاوده ثاني عنده واحد الدور، عاوده ثاني واحد اخر على الام. يعني عنده شي حاجه زايده هو باش حتى هو عنده واحد التربيه، هو عنده الدور تاع التربيه ديالو في الدار، ولكن هو كيتقاجم واحد العالم اخر برا. يعني كاينه مشاكل اخرى برا بالنسبه للقوت نتاعو، على حساب الناس برا، انت عارفه كيفاش المواجهات بزاف. يعني هو يكون عنده المطارق بزاف. ونتمنى بالام تعذر في هذه النقطه هذه. راه بعض المرات الانسان كيجي مشرجي من برا، هو يحل الباب وهي تقول له البوطه كملت. يكون مصير غير شكل الملتقيات ربما كيتسلطوا اكثر على الام، وكنساو الدور الرئيسي ديال الاب. تحيه لجميع الاباء صراحه اللي كيعانيو في صمت باش يوفروا القوت اليومي للابناء ديالهم. وما ننساوش ان الاب والام صراحه في كفه وحده، ما يمكنناش نستغناو على الادوار ديالهم هما بجوج. نعم الله يسمح لنا بالوالدين. امين. الزوجه. نعم. قولي عليها. والزوجه واش غادي نقول لك؟ الانسان اللي يطلب زوجه صالحه. الانسان اللي كانت عنده زوجه صالحه صافي راه ربح الحياه كامله. غادي يكون سعيد في الحياه نتاعو بعد هذه، اولا غادي يكون ولاده مربين مزيانين، هو غادي يكون عايش مزيان، ما يكونش عنده مشاكل. خصو غير يكون مريقل. الاولاد التربيه. الا كانت الزوجه والزوج متفاهمين في واحد التربيه نتاع الاولاد، غادي تكون الذريه زوينه، غادي تكون مزيانه، والانسان يوجههم. الانسان خصو غير يوجه. نعم. ويعرف ولاده كيفاش راهم غاديين، يعني فين راهم يمشيو، فين مع راهم كيجلسوا، من يمشي يقرا مع من كيتمشى، بزاف تاع الحوايج يعني. الشاب قادر البركاني، كون ما كنتيش فنان شنو كانت امنيتك تكون؟ واش غادي نقول لك؟ ما في حلم كنت باغي تحقق في حياتك المهنيه؟ حياتي المهنيه انا كنت نفكر نخرج على برا، ومازال يعني نفس الهاجس ديال الشباب ديال المنطقه. كنت نفكر، يعني من صغري كنفكر نخرج على برا، وحتى دابا الا جات مرحبا، ما عندناش مشكل. ما كتحسش بلا شي وليد من وليداتك عنده الحس الفني اللي عندك؟ لا الاولاد عندهم احساس اخر. يا كل واحد الاغلبيه الرياضه واحد ما فنان. لا ما كانش فنان. وانت ما كانش شي واحد من العائله قبل يعني في المجال الفني وكنت كتشوفوه يعني مدرسه من المدارس اللي استقيتي منها؟ كان واحد ولد خالتي. نعم. كان واحد ولد خالتي كان يمارس الفن، وكان يقرا هو الفن كاع، كان يدير العود وكان يدير داكشي. انت ما كتعزفش؟ لا انا كنت ندير ايقاع في الصور نتاعي، كنت ندير ايقاع هكا، ولكن ما درتوش بزاف. من بعد اتجهت للغناء. نعم. شاب قادر البركاني، وامام كاميرا قناه مالح تيفي، الا قلت لك تقول شكرا من كل قلبك للناس دازوا في حياتك، لمن تقولها؟
كنشكر اول حاجه هي كنشكر التربيه نتاع الوالدين. هذه اولى، يعني هي اغلى حاجه واولى حاجه. وكنشكر الناس اللي ساندوني في الحياه ديالي، لحقاش كاين الناس اللي ساندونا بكل صراحه، يعني يعاونوك في المجال الفني نتاعك. وكاين اللي يساعدوك يعني في حوايج، يعني مثلا تاع بحال الدق بيبان مثلا تاع مهرجانات نتاع فين تسجل فين، وكاينين فنانه موسيقيه عازفين اللي هما كنوجه لهم التحيه، اللي هما اصدقاء نتاعي، كاينين اللي حاليا مازال خدامين، يعني اونصوب كنخدموا ان شاء الله. واش غادي نقول لك، تعاملتي مع دي ماناجر؟ احسن ماناجر هي نونسا التونسيه، تعاملتي معها؟ الله يا ودي، الله يا ودي، الله يعمر هذا. تحيه لايناس المهدبي، ايناس المهدبي التونسيه المقيمه بالمغرب، اكيد هي كتبغي تستقطب الطاقات الفنيه، كنحيوها من هذا المنبر هذا. نعم صراحه ما انسانه طيبه الله يعمرها سلعه، وما عمرو شفنا منها شي نقطه ماشي هي هذيك ليومنا هذا. وتمشي تكبر بك ودارها مفتوحه لجميع الفنانه. نعم الحمد لله. شتقدر البركاني لما تقول كلمه سامحكم الله؟ في ناس دازوا في حياتك بغيتي تقول لهم الله يسامحكم؟ جميع اللي غلطوا في حقي نقول لهم الله يسامح. رسالتك للجهات المسؤوله والمعنيه شنو تبغي توجه من خلال المنبر ديال قناه مالح تي في فلوريدا امريكا؟ كنوجه واحد التحيه للمسؤولين على هذا الفنان هذا، يشوفوا واحد الالتفات، يشوفوا واحد الالتفات على الفنان هذا، وبالخصوص المنطقه ديالنا الشرقيه. الثقافه راه كاين بكل صراحه، كاين واحد الاهمال كبير عندنا تما بالنسبه للثقافه، راه ما كاينش كاع. انا هذه واحد العامين ولا 3 سنين ما استفدت من هذيك الثقافه، هذيك المديريه نتاع الثقافه مازال ما خدمتش، واخا حتى في طلبات ديالك مازال ما خدمتش معاهم انايا اغنيه كاع. دازو من تهضر معاهم يقول لك ما جاش دعم، ما جاش كذا، ما فهمت والو. انا واش انا ماشي فنان؟ ماشي غير انا كنهضر على الكل، انت ومجموعه الفنانين. انا ديما المنطقه الشرقيه، انا ملي كنهضر كل يوم كنهضر على الجامع ماشي لا، بكل صراحه يعني ما كاين حتى شي حاجه، يعني راه كاينه واحد المديريه كتمد الفنانه تما، ايوا خصها تشوف كيفاش. نعم هادشي اللي بان لي، ما نعرفش راني غلط ولا راني نهضر نيشان، لحقاش كاين واحد المسؤولين اللي غادي يسمعوا الهضره ما غاديش تقدر تعجبهم. لا ماشي بالعكس، لان كاين بعض المسؤولين اللي ما عارفين شنو واقع في الكواليس، وهي فرصه باش كنوصلوا حنا للميساج ها شنو كاين وها شنو كاين، باش تكون التفاته للمنطقه الشرقيه، لان في الحقيقه ودرك راني هضرت غير واحد شويه على هذه النقطه هذه، بصح غادي نهضر اكثر من هذا الشيء هذا من بعد، غادي نهضر على الحوايج هذا، راه غادي تجي واحد النهار لحقاش الا ما بان لي والو غادي نهضر اكثر من هذه الهضره اللي هضرتها دابا ان شاء الله. واكيد المنابر كلها مفتوحه للفنان ولا من غير الفنان، لان هذا هو الدور الاعلام باش كنوصلوا صوتنا للمسؤولين في جميع القضايا اللي كتخص الوطن ديالنا الحبيب، لان الفولكلور ديال المنطقه سواء الركاده او الراي او كل ما يخص مناطق المغرب خصنا نحافظوا عليه، وخصنا نناضلوا باش يبقى من الخلف الى السلف. وهذه النقطه اللي كنناضلوا عليها حنا دائما عبر جميع البرامج، سواء عبر القناه المغربيه او القناه اللي هي الدوليه. اذا كلمه اخيره لجميع المتتبعات والمتتبعين الى الكاميرا. كنشكر القناه ديال مادح تي في على الاستضافه، كنشكرها بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر الجمهور ديال قدر البركاني كاع. الجديد الفني خصك تقولوا لهم اليوم. الجديد الفني ان شاء الله عندي في الجديد واحد الاغنيه هيت، داك الشيء نتاع قرسيف، اييه هذا هو الجديد اللي راني داير، وغادي يكون عاوده ثاني واحد الجديد اخر مع واحد الفنان كبير نخليوه هكا مفاجاه كبير معروف كاع، غادي ان شاء الله غادي تكون واحد الجديد انا وياه. ولكن ضروري تعطينا شي مقطع من الهيت قبل ما نختموا الحلقه ديالنا ديال اليوم. من الهيت ديال القرسيف، شنو كيفاش بديتي، كيفاش درتي له، وتبقى البقيه على ما يوجد. انا الهيت هذا نتاع قرسيف كيعجبني، كنبغي نسمعو، وكيعجبني هذاك الجو ديالهم، لحقاش حتى هو فولكلور بحال الرقاده، بحال الرقاده كيعجبني ذاك الجو ديالهم. وفكرت قلت لي ما لا زعما ما نديرش واحد الاغنيه حتى انا من الهيت نتاع قرسيف. ومشيت عند واحد الاخ نوجه له واحد التحيه مع المنبر اللي هو جواد السحار، تحيه السيدي. هو راه عنده استوديو ديالو في قرسيف. نعم سجلت عنده، وصراحه دار معايا واحد
مجهودات وخدمت عندي واحد جوج ديال الاغاني ان شاء الله. اذا اختيار غنائي اللي غادي نقترحوه من الريبرتوار ديال الفنان شاب قادر البركاني، شنو تقترح علينا اليوم باش نختموا الحلقه التاسعه مع فنان مول الطاكسي. مول الطاكسي، وتحيه لجميع سائقي الطاكسي الطاكسي داخل المملكه، لان بالفعل حتى هما تيتحملوا واحد المسؤوليه كبيره ديال المواطنين. كنحييهم دائما من المنبر ديال قناه مليح تيفي. وكنختموا الحلقه ديالنا ديال اليوم كنقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج سواعه مع فنان، دائما عبر قناه مليح تيفي بفلوريدا امريكا. السلام عليكم ورحمه الله. مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة، مول الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة. برادتي والصينية قادة الأصلية ديري للسيدية نسير بوفها العشية، برادتي والصينية الرقادة الأصلية. الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة، مول الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة. هذيني تبغات يا طيخة سمتاكي ولات يا والعمر والعين شي قلات يا نجيبو النواروتي مرصات يا هذيني تبغات يا طيخة سمتاكي ولات يا والعمر والعين شي قلات يا نجيبو النواروتي مرصات. مول الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة، مول الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة. شافي اللي عيان ديني معاك الفزوان يا الطبيعة والنبات يا وهمقي وما مزيان يا وعينها شافي اللي عيان. طاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة، مول الطاكسي مول الطاكسي التاكسي البيضاء، مول الطاكسي مول الطاكسي ديري الوجدة.